فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي، أنت للروح دواء. يا صباح الفل ويا اهلا يا اهلا بالحلوين اللي وحشوني قد الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. توسو صاحيه النهارده متحمسه حماس السنين والسنوات علشان تفرش الفرش بتاع رمضان. بيني وبينكم زغرتولي عشان الحمد لله خلصت فرش، خلصت تنظيف البيت. وفقره التنظيف دي كانت فقره أليمة بالنسبه لي، ايدي باظت حرفيا في تنظيف البيت، بس الحمد لله. فمتحمسه افرش الفرش بتاع رمضان واخلص بقى من بند البيت علشان ادخل على المطبخ، ابقى محبوسه كده في المطبخ. المهم طلعت كل الحاجات بتاعه السنين اللي فاتت كلها. وستاره النور انا كنت حطاها في العلبه بتاعه تيلوفيل دي، كنت منظماها السنه اللي فاتت وحطاها بنظام علشان كل سنه كنت باجي اطلعها الاقيها متلعبكه. وجبت كام حاجه كده، حاجتين 3 كده الديكور بتاع السنه دي، هوريهم لكم دلوقتي. فانا متحمسه جدا جدا لاحلى فقره بتطبطب على قلبي بعد تنظيف البيت، فقره ان الواحد بقى يفرش البيت كده ويهيئه لاجواء رمضان. وبحب قوي اعمل الحاجات دي والعيال في المدرسه عشان لما يرجعوا يدخلوا بقى البيت يلاقوا الانوار بقى ويلاقوا الحاجات دي فيتبسطوا، بيحسوا ببهجه قوي، ويقعدوا بقى يقولوا لي واو، فبحس ان انا عملت انجاز. المهم عملت لي ينسون علشان انا بجد دور البرد ده ماسك فيا ومثبت، وانا لو استسلمت له ونزلت العيال ودخلت نمت كل يوم مش هخلص بجد. تعالوا بقى اوريكم المشتريات اللي جبتها السنه دي. طبعا الكوشنز الجميله، انا بقالي سنتين تقريبا ما جبتش كوشنز جديده. وبحس ان هي اكتر حاجه بتغير الديكور، يعني عارفين ان هي بتعمل نقله كده نوعيه من شكل المكان لشكل تاني خالص. فاخترت الشكل ده طبعا من عند حبيبه قلبي ايمي ام جاليري. ده اسم البيج بتاعتها. بجد ايمي عندها كوليكشن بقى السنه دي، يعني متفوقه على نفسها بطريقه يعني تجنن. بجد الحاجات عندها خطيره ومنزله كذا شكل، بس انا اخترت الشكل ده، حسيت ان هو مختلف عن الحاجات اللي عندي من السنين اللي فاتت. في رمضان كان دايما عندي الكافيه والبيج والحاجات الهاديه، فحسيت الاشكال دي مبهجه قوي. انا بيني وبينكم كنت عايزه اجيب خياميه، بس البت توتو قالت لي لا، خياميه لا يا ماما، ده شكلها شكل الشوارع. انتوا عارفين العيال التوتو الجداد بقى مش بيعجبهم اجواء الخياميه. فالمهم يعني لما اخترت ده عجبها، فقلت لها خلاص يا توتو قشطه. وبحب اشارك قوي العيال معايا في الحاجات بتاعه البيت، وخصوصا توتو يعني ان هي ما شاء الله كبرت، فبحس ان هي لما بشاركها معايا في اختيار الحاجات اللي انا بختارها بديها كده اهميه، ان هي بتحس ان رايها مهم، فده بيقوي شخصية الأطفال يعني من ناحية تانية. المهم جبت بقى البتاع ده، مش عارفة هو اسمه ايه، بس شكلها خطير. انا اكتشفت ان انا بحب قوي الحاجات الخشب، شكلها حلو جدا وشيك قوي ورقيقة جدا جدا جدا، فحبيتها بصراحة. انا جبتها، كنت جايبها من محل عندنا هنا في العاشر اسمه لولا جيفت. دي كان سعرها 225، ولقيت دي مش عارفه اسامي حاجه. المهم لقيت دي كان سعرها حلو قوي 55 جنيه، وقلت اعلقها على باب الشقه، شكلها حلو قوي ويعني شكلها شيك وفي نفس الوقت سعرها بسيط جدا. بس وجبت السبحه دي حلوه قوي في الديكور، يعني دي مش سبحه تسبيح، دي سبحه للديكور، فبيبقى شكلها حلو وبتحسس الواحد كده باجواء رمضان. دي كان سعرها 100 جنيه. طبعا في حاجات سعرها قول الله، فانا ما كنتش عايزه اعمل حاجات، اجيب حاجات قول الله قوي، علشان كنت لسه جايبه حاجات المطبخ كتير، فما مصرفتش قوي بصراحه في القسم بتاع الديكور. المهم لقيت الفوانيس دول كان سعرهم حلو، كان 400 وحاجه، وحسيت ان هم بس محتاجين ان انا اوديهم لحد بتاع الازاز يركب لهم ازاز من الجوانب، ومحتاجين ان انا اغير لونهم عشان حاسه ان لونهم بيعكس الالوان قوي، فده مخلي شكلهم مش قيم، فاهمين؟ فان شاء الله هعمل الفكره دي، بس السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. انا السنه دي هحطهم زي ما هم وشكرا. السنه الجايه ان شاء الله ابقى اشوف الالوان اللي انا عايزه الونهم لون ايه، واعمل هلونهم برضو ذهبي بس درجه تانية غير الذهبي ده.
لان الدرجه دي تحس ان هي فيك شويه، مش عارفه يعني. المهم اكيد مش هنلاقي حاجه بالسعر ده وهتطلع خطيره ومش ناقصها حاجه، يعني لازم هيبقى ناقصها حاجه. لان زي ما قلت لكم الحاجات اللي بتبقى قيمه قوي هتلاقوا سعرها وصل ل 800 و900 و600 وحاجات كده، وبتبقى قطع صغنطوطه قد كده اهو. تمام. يعني انا عجبوني علشان انا جايباهم عشان التعديل اللي انا هعدله عليهم، فاهمين؟ بس جبت كمان الشموع دي ليهم علشان تديهم كده شكل كده، لو نورتهم بالليل فيدوني شكل حلو. الشموع دي مش فاكره كان سعرها كام، واحده تقريبا ب40 او الاتنين الصغيرين، واحده ب40 والتانية ب60. المهم هي دي مشترياتي حلوين اللي هنعمل بيها الديكور السنه دي. وشربت اليانسون كنت لسه مخلصتوش. وتعالوا بقى متحمسه لفقره الفرش. طيب تعالوا بقى علشان نفرش الفرش بتاع رمضان. ما تخافوش، مش هنضف معاكم، لا لا لا. الفيديو النهارده نو تنظيف عشان انا شبعت تنظيف طول الاسبوع اللي فات، كنت مشغوله في التنظيف حتى ما قدرتش اصور لكم من كتر ما انا كنت مركزه وما بكلمش حد ولا حد يكلمني غير لما انضف البيت يا جماعه. المهم عايزه ارمع المرايه علشان المرايه بس والترابيزه دي عشان بيطربوا على طول، والمرايه دي على طول عايزه تتلمع تقريبا 120 مره في اليوم، فبفضل المع فيها في الايام العاديه، والايام اللي بكون خارجه فيها ولابسه ومتشيكه وعايزه اتصور فيها الاقيها متبقعه وحالتها حاله، فكل الصور بتاعتي تطلع بايظه بسبب المرايه. والترابيزه كمان هي اكتر حاجه بتلم تراب، فقلت بقى ايه المعها قبل ما افرش عليها الفرش. بس الباقي نظيف، الباقي فله شمعه منوره. والله يا ولاد انا تعبت قوي في فقره التنظيف دي. بس بجد عايزه اقول لكم انه من اكتر الحاجات اللي بتريحني نفسيا، بتريحنا نفسيا كلنا، يعني تحسوا ان احنا لما البيت عندنا بيكون نظيف وهادي بنبقى مركزين ونفسنا مفتوحه على الحياه، عايزين نعمل اكل وعايزين نعمل مش عارفه ايه وعايزين نقعد في بيتنا. انا البيت عندي لما بيكون متكركب وكله داخل في بعضه ومتبهدل خالص، بحس ان انا كل اللي انا عايزاه ان انا اهرب من البيت وانزل من البيت باي شكل من الاشكال، اخرج خروجات بلا هدف. انما لما بيكون البيت هادي فده من اكتر الحاجات اللي لازم تعملوها قبل رمضان. قدامكم اسبوع اهو، حطوا هدف. انا يومين 3 كده مش هكلم حد ولا حد يكلمني ولا اشوف حد ولا حد يشوفني غير لما اخلص تنظيف البيت. اهو انا عملت كده. ليه بقى؟ لما بيجي رمضان بقى، لما بيتنا بيكون كويس ومنظم وقادرين نصحى كل يوم نلملم كده ما يمكن المامه بسرعه، وعارفين ان احنا هنسيطر على البيت في ساعه مثلا، بتبقى نفسنا كده هاديه وبنقعد نقرا قران براحتنا ونشوف تفسير القران اللي احنا بنقراه ده براحتنا ونتعلم حاجات جديده ونضيف حاجات لعباداتنا جديده، وبنبقى مركزين كده وحاسين بسكينه جوانا علشان البيت نظيف. ده اساس اي ام في الدنيا. اساليها ايه اكتر حاجه يعني، او مش كلنا بس يعني 99% مننا اللي بيريحك نفسيا يا ست الكل ان البيت يبقى نظيف. طيب عملت ايه؟ طلعت الستاره والحمد لله ما لقيتهاش متلعبكه قوي، بس قلت بدل قبل ما اقعد اسلك فيها اشوفها اصلا شغاله ولا لا، فالحمد لله طلعت شغاله. وحطيت الكوشن ده كان قديم عندي حطيته هنا وبس كده. هنا برضو حطيت التنسيق البسيط ده الزرع الجديد اللي انا كنت جايباه وريته لكم في فيديو المشتريات اللي فات. وحطيت الشمعه. انا بصوا انا بعتمد على الحاجات البسيطه، انا مش بحب البهرجه بقى والحاجات الكتير. انا ممكن اقعد اعمل فرح بجد، فرح العمده في الصاله، بس انا بحب الحاجات البسيطه علشان الحاجات اللي بتكون كتير بتاخد مننا وقت في التنظيف. فكل ما الحاجه بتكون بسيطه كل ما بتديكي اللي انت عايزاه وفي نفس الوقت بتكون حلوه. وعلقت المره دي ستاره النور على الاضاءه دي، علقتها على الستاره اللي ورا المرايه علشان على الستاره الكبيره بجد بتذلني ذل حرفيا في وقت ما بكون بعلقها، وكمان لما باجي اشيلها بعد رمضان ذل. فاستسهلت وعلقتها هنا والله، وطلعت شكلها حلو وبتنور بقى في الصاله وببقى شايفاها وانا واقفه في المطبخ، فلذيذه يعني. ندخل بقى على الليفنج هيكون كل حاجه فيه برعايه كل السنين اللي فاتت. دي الكوشنز القديمه اللي كانت عندي مثلا من 2021 تقريبا، ودي من 2022 او 23 حاجه كده. فطلعتهم وقلت بقى هحطهم هنا. والحمد لله بجد من اكتر الحاجات اللي بتفرحني هي فرش رمضان. وكل سنه وانتم طيبين يا رب، ربنا يبلغنا رمضان واحنا بكل خير وبصحه وعيالنا كويسين واهلنا وحبايبنا كلهم كويسين. فافرحوا وعظموا شعائر ربنا بالمتاح بالنسبه لكم من غير ما تحسوا ان ناقصكم حاجه عشان شفتوها عند حد بجد.
على فكره انا كان ممكن اروح اجيب حاجات خطيره للليفنج ومش عارفه ايه، بس انا حاسه ان انا اللي عندي هيأدي الغرض في الليفنج، والصاله بس اللي جددت فيها معظم الحاجات، فحاسه ان انا كده راضيه ومبسوطه وفرحانه جدا كمان. وغيرت طريقه اللي بفرش بيها الفرش اللي على الكنب، قلت يعني من باب التغيير بالشيك، لحد ما يبهدلوا الكنب هرجعها تاني. والفوانيس دي زي ما قلت لكم هنحطها زي ما هي لحد السنه الجايه ان شاء الله، وابقى اعمل فيها التغيير اللي انا عايزه اعمله، وابقى اشاركه معاكم بقى واحنا بندهن وبنلايط وبنعمل كل الحاجات الحلوه دي. فحطيتهم هنا واستكفيت باتنين، قلت اتنين شكلهم حلو يعني، حسيت ان التلاته بهرجه قوي. ودي عندي تقريبا بقالها كتير يعني، كل سنه بشيلها وبغير الطبعه بس، وبعدين بتديني شكل حلو قوي، بتبقى شيك وبتحسسني برضو باجواء رمضان. بس كده، ولا سحر ولا شعوذه، ولا سحر ولا شعوذه. لا لا لا، انا في مخارج الحروف وانا عندي برد ما اقولكوش تمام التمام. بس كده. بصوا بصراحه في النهائي الشكل عجبني، كنت عايزه اشغل الشاشه كده عليها حاجات رمضان، ولكن الحاج ايسو مبوظ الشاشه ومبوظ الريسيفر وكل حاجه بايظه، وطبعا بقول للحاج ابوه صلح لي الشاشه وصلح لي الريسيفر، فبيقول لي حاضر، وحاضر دي ما بتجيش، وبلاش بقى ننشر غسلنا على اليوتيوب. المهم حطيت الرانر ده هنا والفانوس ده هنا كده، بس قلت حاجه بسيطه علشان لما نيجي وقت الاكل يبقى سهل ان انا اشيلهم وافرش مشمع عادي. بس كده. عايزه اقول لكم ان انا سرحت خالص في الاجواء الحلوه بتاعه رمضان، ونسيت ميعاد رجوع توتو اسر، وهم خلاص قربوا يرجعوا بقى حوالي نص ساعه، فمحتاجه انجز الغدا. هعمل ايه النهارده؟ هعمل صينيه بطاطس بالفراخ منقذه الجميع تقريبا. هقول لكم على خلطه حلوه بحب احطها على صينيه البطاطس لما بكون عايزه انجزها على طول. هقشر بس البطاطس وهظبط الفراخ هقطعها، وهجيلكوا بقى وانا في قلب الصينيه. بصوا قطعت هنا بصلتين وطماطميتين وفلفلتين وايه تاني وفص توم وبس. وقطعت البطاطس وحطيت عليها جزرايه برضو بقى طعمها حلو قوي. بس هحط دول كلهم في قلب الكبه وابتدي افرمهم، طماطم والبصل والثوم والفلفل، ولو حابين تضيفوا اي حاجه ضيفوها، بس انا بحب الحاجات دي بس، علشان اي حاجه تانية اكيد بتغير الطعم. بحط الملح، ملح وفلفل وكمون، عارفين كل التوابل اللي انتوا حابين تحطوها حطوها. وكام نقطة عسل. ايه اللي بتحط تاني؟ ايه؟ ملح فلفل كمون وعسل. كنت عايزة اضيف ايه؟ او معلقتين صلصة. وبعدين هنضرب كله في الكبة. انا حطيت، بصوا قطعت الفراخ قطع صغيره، يعني مثلا الورك قطعت 2 او على 3 قطع علشان تستوي على طول. وحطيت البطاطس، نزلت عليهم بالبطاطس والجزر والهيصه دي. بعدين بقى نحط شويه ميه، شقلبنا صينيه البطاطس. نعمل بقى الرز على طول. يا جماعه انا بحب الرز بشعريه اللي انا بعمله قوي، يعني اكتر رز بشعريه ممكن احب ادوقه، والله مش غرور بس بحس ان انا يعني بحب طعمه. وسبحان الله يعني الواحد لما بيبدا يعمل اكل بيتعود على طعم الاكل بتاعه، فبالنسبه له طعم اي اكل تاني بيبقى غريب.
المهم قولولي على نوع سمنه بلدي يكون حلو. انا جربت كذا نوع، جربت هيلسي عجبتني قوي كطعم وكريحه، بس مش قوي قوي يعني حاسه ان في احلى، فجبت المراعي فطلعت اوحش. وجبت المره دي علبه صغيره، قلت بقى اتعلمي من اخطائك اللي فاتت، عشان كنت بجيب العلبه الكبيره جبت علبه صغيره. دي مزارع دينا ما عجبتنيش خالص. فانتوا لو عارفين نوع سمنه بلدي كويس وبيبقى طعمه حلو في الاكل قولولي. المهم الرز بحب الشعريه تبقى لونها ذهبي كده، ولو عايزين الشعريه تبقى معاكوا حلوه قوي وتفضل محتفظه بلونها بعد ما تستوي مع الرز، حمريها على نار هاديه. بس طبعا انا النهارده كنت مستعجله فما حمرتهاش على نار هاديه، بس برضو طلعت حلوه. وانا يا جماعه حسيت ان انا محتاجه حله اصغر من دي شويه، مش عارفه ليه. دي اللي انا كنت جايباها جديده اللي هي مقاس 24، بس حسيت ان انا محتاجه اصغر منها شويه، لانه حتى انا بعمل رز حاسه ان الرز ده اكبر من حجمنا. كل مره بطبخ فيها وبعمل فيها رز بيتبقى لتاني يوم. بينفع تاني يوم، بس ساعات ما بكونش عايزه. هتقولي قللي الكميه، ما بعرفش، هو انا مخي بيعمل كميه رز على قد الحل. المهم خلصنا الغدا ولقيت المندوب بيكلمني فنزلت جري. والله انا بوصف لكم اللي كان حاصل ساعتها. نزلت جبت الحاجات دي وقلت اصورها معاكم عشان لو هتحبوا تجيبوها تلحقوا تجيبوها قبل رمضان ان شاء الله. المهم الناس اللي بتحب شغل الكونكريت هعرفكم على بنوته جميله قوي اسمها الاء، وبجد شغلها حلو قوي. البيدج بتاعتها هبقى احط لكم اللينك بتاعها برضو في اول تعليق مثبت مع اللينك بتاع جاليري. وبجد مش هتندموا في التعامل مع الناس اللي انا بقول لكم عليها، كلهم ناس محترمه. المهم نيجي بقى الالاء. الصينيه دي ما شاء الله خامتها تقيله، بس انا كنت قايله لها اللون اوف وايت، بس ما تخيلش ان هو هيطلع اوف وايت مصفر شويه. انا كنت عايزه الدرجه اللي هي شايفين اللي تحت دي، مش عارفه، حاسه ان انا لو كنت قلت لها الدرجه دي كانت هتبقى بالنسبه لي احسن، هتليق على اي ديكور عندي، خصوصا ان معظم الحاجات عندي ابيض. فانتوا خدوا بالكم من النقطه دي، هي بتعمل اللون اللي انتوا عايزينه، مش بس بتعمل اللون ده، لا بتعمل اي لون انتوا عايزينه. سعر المبخره دي يا جماعه لوحدها تقريبا 140 جنيه، فحلوه جدا جدا وخطفت قلبي وحسيتها كيوت قوي لرمضان. وهي بعتت لي كمان شمعه المساج، هي اسمها كده شمعه مساج. ليه بقى؟ فكره الشمعه دي ان هي بتولعيها ولما النار بتسيح الشمعه انتي ممكن تاخدي من الشمع ده وتحطيه زي مرطب كده على ايدك، لان هي معموله من شمع طبيعي وزيوت طبيعيه فبتديكي ترطيب. فعجبتني قوي فكرتها، ان شاء الله هجربها وبقول لكم عليها. ودي هديه بعتتها لتوتو آسر وبجد تحفه، انا كنت شايفاها منزلاها عندها في الستوري. مش هتتخيلوا بقى سعر دي كام. انتوا لو طلبتوا اي حاجه لنفسكم اوعوا تنسوا ولادكم. تخيلوا سعر دي تقريبا كانت كاتبه 15 جنيه، مش عارفه ده حقيقي ولا بجد بس ان شاء الله حقيقي. فحلوه قوي فكرتها، هي بتبقى رسمه كده معموله معموله من كونكريت برضو، والاطفال بقى بيقعدوا يلونوها بالالوان اللي هم عايزينها. فدي هي عاملاها الآسر وعامله كمان حروف آسر، فبيلونوها بالالوان ويسيبوها تنشف، فبتبقى شكلها حلو قوي. ممكن بقى يحطوها في اوضتهم وكفكره ممكن تسليهم، حلو قوي. نفرش بقى المشمع ونلون. ودي بتاعت توتو كيوت قوي بجد. بس حسيت ان لما شفت المبخره انا حسيت ان انا مش قادره اقاومها وعايزه اعمل بخور. طبعا من اول ما صحيت انشغلت في ديكورات رمضان ونسيت اقرا الورد بتاعي بصراحه. فبعد ما العيال جم وغديتهم قلت بقى اقعد اقرا الورد بتاعي، وقلت بالمره افكركم بالمصحف ده لو لقيتوه متوفر في اي مكتبه قريبه منكم يا جماعه، بجد والله من احلى الحاجات اللي ممكن تجيبوها هديه لنفسكم مع دخول رمضان. طريقه كتابه المصحف بالشكل ده ممتازه وبتشجع جدا جدا على الختم القران بسرعه. الصفحة بيكون فيها عبارة عن 4 صفحات من المصحف العادي، فبتحس ان انت لو قريتي صفحتين او ورقة وجه ووجهين مثلا كل يوم فانت هتختمي القرآن اسرع. انا بجد كل اللي حسيته من ساعة ما جبت المصحف ده انه بيشجعني جدا جدا على قراية الورد وعلى ختم القرآن باستمرار. كنت جايبها من مكتبة هنا عندي في العاشر من رمضان، وللأسف معرفش رقمها عشان عارفة ان انتوا هتسألوني. كان معايا رقمها السنة اللي فاتت وضاع مني.
وحتى مش عارفه هو متوفر عندهم دلوقتي ولا لا. فانتوا لو لقيتوه في اي مكان ما تترددوش ابدا انكم تجيبوه، خصوصا واحنا داخلين على رمضان. ماما حنين اصلا مشتركه في حاجات الفراعنه دي اصلا. واخيرا استراحه محارب. بجد لو اقول لكم النهارده في حاجات كتير قوي على فكره ما صورتهاش، والحاجات اللي انا صورتها في حاجات يعني مش بوريكم صعوبتها، انا بوريكم بس وانا بنسق الحاجات، بس مش بوريكم المجهود اللي انا بعمله في الحاجه لحد ما تتعمل في الاخر. بس الحمد لله ربنا يدينا الصحه كده ونزين بيوتنا ونخلي بيوتنا دايما مريحه نفسيا لينا ولعيالنا. صدقوني الموضوع ده اصلا احنا بناخد ثواب عليه، ان انت تهيئي اجواء حلوه في بيتك لعيالك، ده يعني حاجه ثوابها كبير جدا جدا. المهم عملت نسكافيه، لو انتم مركزين معايا، مش عارفه انتم مركزين ولا لا، انا ما شربتش نسكافيه من بدايه اليوم وعندي صداع فظيع. اليوم اللي ما بشربش فيه من اول اليوم نسكافيه بيجيلي صداع للاسف، معرفش ليه بقى، مش عارفه هنعمل ايه في رمضان. المهم قلت كده بقى اقعد انتخ شويه مع العيال وهم بيعملوا الواجبات بتاعتهم وبس كده. ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا اتبسطتوا واتحمستوا واكون حمستكم كده ان انتوا تقوموا تنظفوا البيت لو لسه ما نظفتيش، وتعلقوا زينه رمضان وتفرشوا فرش بيتكم وتخلوه كده مريح نفسيا. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين يا حلوين، وربنا يبلغنا رمضان جميعا يا رب.